دار مسنين؟ لا يا شيخ عيب وما يصحش. معقوله بعد العمر ده كله يرموها في دار مسنين؟ عيال ناقصه تربيه ودين. هو ده اول رد فعل بنسمعه اول ما حد يجيب سيره دار المسنين، او حتى مجرد اقتراح ان احنا نودي اهالينا دار رعايه تناسبهم وتراعيهم. بس تفتكروا احنا بنرمي اهلنا ولا بندور على راحتهم في مكان يناسبهم؟ انا ليا راي بس ممكن ما يعجبكوش شويه، انتوا كده كده عارفيني انا بقول رايي وما بيهمنيش. يا جماعه اللي بيكبر بيحتاج طولة بال، وناس من سنه اهتماماتهم واحده، يضحك ويعيط وياكل ويشرب معاهم. مش يبقى احسن من انه يبقى قاعد في البيت طول اليوم لوحده وكل الناس اللي حواليه مشغوله بحياتهم؟ واللي بيكبر بيحتاج رعايه نفسيه قبل ما تكون جسديه، محتاج حد بيهتم باكله وادويته، وساعات البيت بيبقى مليان دوشه، عيال ومواعيد دروس وزحمه شغل ومدارس، ما بقاش فيه طاقه ولا وقت ولا ونس ان حد يسمعهم ويراعيهم. دار الرعايه للمسنين مش عقوبه ولا مكان لنسيان معروف اهالينا واللي عملوه معانا. دار المسنين ممكن يكون انضف وامن واهدى، وفي ناس من سنهم بيتكلموا بنفس طريقتهم، هيحكوا لبعض حكايات عمرهم بدل ما يفضلوا طول اليوم قاعدين لوحدهم. عارفه ان في منكم هيكتب لي في الكومنتات ان انا جحده، وهيقولوا لي هو انت تقبلي تحطي ابوكي وامك هناك ولا هترضي لما تكبري عيالك يودوكي دار مسنين؟ ايوه لو الدار نظيفه وامنه وفيها ناس طيبه انا هروح، وكمان اهلي هيبقوا مرتاحين فيها. ليه لا؟ انا مش برميهم في الشارع، انا بوديهم في مكان يلاقوا فيه ونس، ومين عارف والله ممكن يتبسطوا ويستمتعوا وترجع ليهم حياتهم وذكرياتهم القديم. وخدوا بالكم الفيديو ده ما جاش كده وخلاص، انا كانت في واحده بعتلي اصلا وعايزه من الناس اللي مقتنعين بالموضوع ده يقترحوا دار مسنين في الكومنتات، يلا بينا نحاول نفيدها.